مين فينا ما بيحبش طواجن المكرونة اللي بنجيبها من المطاعم وبتكون سايحة وطرية وغرقانة في الصوص بتاعها؟ هعمل النهاردة معاكم أكتر وصفة أنا بحبها، النجريسكو. نعملها بصوص جميل كده وطري وكريمي. يلا نصلي على الحبيب المصطفى ونشوف الفيديو بتاعنا. هحط الطاسة على النار، فيها معلقة من السمنة ومعلقة من الزيت، وهنزل عليها ببصلاية متوسطة. هديها تشويحة سريعة من غير ما تغير لون ولا أي حاجة، وهنزل عليها بفصين توم مفرومين وهشوحهم، وهنزل عليها هنا بصدور فراخ أنا مقطعاهم مكعبات بالشكل ده. الكمية ترجع لك انتي، والتقطيعة برضو حسب ما انت تحبيها. هشوحهم كويس جدا وافردهم كده في الطاسه لحد ما يغيروا لون بالشكل ده من غير تقليب كتير، وتكون الطاسه على نار عاليه عشان ما تنزلش ميتها. وبعدين هنزل عليها بكوبايه من المشروم، ده مشروم فريش، تقدري تستخدمي المشروم المعلب، ونشوحهم تشويحه سريعه. واحط عليها بابريكا وسبع بهارات، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر وملح. وبعدين هديهم تقليبه كلهم مع بعض، ودي البهارات اللي انا بحب استخدمها في النجريسكو. بعدين هنزل عليهم بفلفل الوان، وده اختياري، لو انت عندك حطيه، مش موجود عندك خلاص. وهزود بس شويه كمان من البابريكا لاني بحب طعم البابريكا المدخنه فيها. هديها تقليبه واحط عليها زيتون شرايح، وبعدين هديها تقليبه واحده، وكده تكون خلصت معايا حشوه النجريسكو. احلى حشوه ممكن تجربيها. تقدري تستخدمي نوع فلفل واحد، مش لازم فلفل الوان. بعدين هحط الحلة على النار تسخن، وهنزل فيها ب4 معالق كبار من السمنة البلدي أو الزبدة ومعلقة من الزيت، وأحط عليهم 5 معالق من الدقيق. المادة الدهنية قد المادة الجافة، يعني الدقيق قد المادة الدهنية اللي انت هتحطيها. هديهم تقليبة كده على النار بالشكل ده لحد ما يندمجوا مع بعض. وبعدين هنزل معاهم بمكعب من مرقة الدجاج، وبعدين هقلبهم تقليبة سريعة. ومعايا هنا 1.5 لتر من الحليب، ده لتر هنزل بيه واقلبه تقليبه كده سريعه. واحط كمان نص لتر، علشان 5 معالق الدقيق بتاخد 1.5 لتر من السوائل. طبعا ده على حسب الصينيه اللي انت عاملاها. معايا حله على العين التانية، حطيت فيها ملح، فيها ميه بتغلي، وحطيت فيها معلقه من الملح، ونزلت بالمكرونه بتاعتي. رجعت للبشاميل تاني، حطيت له فلفل اسمر وملح وبس كده، ما بحبش اضيف له اي نوع من البهارات. بعد ما اخد القوام بتاع البشاميل معايا، هنزل عليه بمعلقتين كبار من الكريمه، دي كريمه لباني، وشويه كده من الجبنه الموتزاريلا. تقدري تستبدلي الكريمه ديت بوش اللبن اللي انت بتحوشيه، اللي هي القشطه يعني. هقلبهم تقليبه كده سريعه وخلاص. معايا هنا المكرونه اتسلقت وصفيتها من الميه، هحط عليها شويه من البشاميل، وهقلب البشاميل كده في المكرونه عشان المكرونه تكون متشربه من البشاميل بتاعي. جبت الطاجن بتاعي، هفرش الارضيه بتاعته بالبشاميل بكميه حلوه كده من البشاميل. وبعدين هنزل بنص كميه المكرونه اللي معايا، وهفردها كويس جدا كده في أرضية الطاجن. وبعدين جبت الحشوة بتاعتي الجميلة اللي ريحتها جنان، حطيتها كده في الطاجن فوق طبقة المكرونة، وهفردها كويس قوي. وهنزل عليها بقى بشوية كده من البشاميل لحد ما أبدأ إن أنا أغطيها. كل ده بيخلي المكرونة بتاعتك طرية وجوسي كده، وشوية من الجبنة الموتزاريلا. وبعدين هنزل بباقي المكرونة بتاعتي زي ما انت شايفة كده، وهفردها كويس قوي. وبعدين هغطيها بقى بباقي البشاميل اللي موجود معايا. انا عايزاكم بس هنا تشوفوا لي البشاميل اللي احنا عاملينه، ده بشاميل متوسط، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. شايفين؟ كريمي وخطير. اهم حاجة تفضلي تقلبي فيه على النار تقليب مستمر عشان ما يكلكعش معاكي، وبعدين هيطلع معاكي بالشكل ده. معايا بقى هنا شوية كده من القشطة بتاعت وش اللبن اللي انا بحوشها، قلبتها كده وهي سايحة شوية، وهحطها على وش الطاجن، ودي طبعا اختياري. وبعدين هغطي الطاجن بالجبنة الموتزاريلا. هنا كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة عالية، هدخلها على الرف اللي في النص. اول ما تبدأ ان هي تبقبق كده، هشغل لها الشواية، وبعدين هتطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ خطيرة يا جماعة. هنا بقى انا بصراحه ما قدرتش ان انا اقطع منها قطع على بعضها، لانها لسه سايحه جدا زي ما انتم شايفين كده. ولو كنت قطعت قطعه ما كانتش هتبقى يعني ماسكه نفسها. فاحنا طبعا بناكلوها سخنه جدا، فعشان كده وريتها لكم وهي بالشكل ده. طبعا الجبنه الموتزاريلا مش بتمط دلوقتي، لانها بتحتاج ان هي تهدى شويه من الحراره عشان الجبنه تمط. بس شايفين سايحه ازاي؟ خطيره يا جماعه. جربوها بنفس الطريقه وبنفس المقادير، وان شاء الله تعجبكم جدا، وهستنى رايكم. وكنت معاكم نور، وباي باي.